بلاغ وبيان رسمي تم العثور على جثة مروى بوغشيش. الخبر من مصدر رسمي عن نائب وكيل الجمهورية ولاية قسنطينة الجزائر بتاريخ الأمس الأحد 29 من جوان 2025. أكد نائب وكيل الجمهورية عن ولاية قسنطينة على أن الجثة التي تم العثور عليها في غابة جبل الوحش ولاية قسنطينة تعود إلى التلميذة مروى بوغشيش. للمزيد من التفاصيل أرجو منكم متابعة هذا الفيديو للآخر لمعرفة حقيقة وتفاصيل الفيديو المتداول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في فيديو جديد معكم توتو FM. في البداية فلنصلي على الحبيب المصطفى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل أن نبدأ تفاصيل الفيديو ببالغ الحزن والأسى، تلقينا خبر وفاة التلميذة مروى بوغشيش. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأرجو منكم أن لا تنسوا الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفاصيل الفيديو. أكد نائب وكيل الجمهورية ولاية قسنطينة على أن الجثة التي تم العثور عليها بتاريخ يوم الثلاثاء 24 من جوان في غابة جبل الوحش ولاية قسنطينة تعود إلى التلميذة مروى بوغشيش، وذلك بعد نتائج التقرير تحليل الطب الشرعي للحمض النووي DNA. تفاصيل كيف تم العثور على الجثة. عندما كان شاب يدرب كلبه في منطقة غابة جبل الوحش ولاية قسنطينة، وعلى أثر ذلك وعن طريق الصدفة الكلب يكتشف جثة مقطعة إلى أطراف في حالة متقدمة من التحلل والتعفن، وكان ذلك بتاريخ يوم الثلاثاء 24 من جوان. مروى بوغشيش هي فتاة جزائرية تلميذة مستوى ثاني تعليم، وقد تم اختفاء التلميذة المفقودة مروى بوغشيش بعد اختبارات الامتحانات وخروجها من المدرسة يوم الخميس 22 من ماي في الساعة 9:30 صباحا من مدرسة متوسطة 11 من ديسمبر بحي أزيايدية ولاية قسنطينة. وقد وثقت كاميرا المراقبة القريبة من المدرسة آخر ظهور لها كانت برفقة صديقتها، ثم تفارقا في مكان يعرف باسم مفترق البطيمات والفيلات، ومنذ ذلك الوقت تم اختفاء التلميذة مروى بوغشيش. رحم الله مروى بوغشيش وألهم ذويها جميل الصبر والسلوان. إلى حد الآن هذه هي المعلومات المتاحة، وسنوافيكم بكل ما هو جديد. أرجو منكم متابعة قناة توتو على اليوتيوب، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل فيديو جديد مع التفاصيل. شكرا.